اجيوا البنات تسمعوا ما طرا ليا انا ونوطي وتاخدوا العبره وما تيقوش. المهم خرجنا انا ونوطي تسارينا وجانا الجوع. هادشي مع 8 ديال الليل. المهم جلسنا على برا ديال السناك وجلسنا كناكلو ودايرين وليداتنا حدانا، هي ولدها حداها في كروستو وانا بنتي في كروستها، حتى كتجي واحد المراه تكون عندها ديك 40 عام وجرة كروسه ديال الخضره ممراها بالحوايج ديال الصيف وعبايات ولكن باينين قدام، وقالت لينا هاكو شريو من عندي هاد العبايات راه من برا وحوايج ديال برا. قلنا لها الله يسهل عليك ما بغيناش نشريو. قالت لنا ايوا غير قيسوا الثوب، شوفوا راه ثوبهم غزال ما تحكميش عليهم من الشوفه. غمزاتني نوطي قالت لي عنداكي، انا فهمتها بلي زعما قالت لي ردي البال حيت المراه كانت جيهتي. ما قسناش الحوايج وصدرناها، قلنا لها ما بغيناش نشريو. مشات واحد شويه هي تولي، رجعات قالت لنا عطيوني ناكل، عطيناها داكشي اللي قسم الله، ولكن ماشي بيدينا ليديها، غير حطينا لها في الطبله حيت شكينا فيها شويه. كلات قالت لي عطيوني الحليب راني صايمه خذوا فيا هاد لاجر. قلنا ليها لا ما عندناش. قالت لنا زعما عندكم التربيه وفي الكرارس وما عندكمش الحليب، وحنا عندنا ولكن خفنا نعطيوها الحليب ودينا شي حاجه. المهم قلنا ليها ما بقاش وتمات غاده، وقالت لنا والغالب الله. ايوا هنا فين غادي يبدا الخليع ديال بصح اللي هي انا ونوطي. المهم بصح كلينا سالينا وبقينا كنتمشاو كل وحده جاره كروسه ديال ولدها وانا ديال بنتي، حتى كنتفاجئ باللي نتفاجئوا باللي واحد الطوموبيل تبعنا وكتمشى بشويه، يعني بكل خطوه هكا كتمشاوها، والطوموبيل زجاجها كحل ومن داك النوع اللي كتكون لاصقه فيه الرويضه من اللور ديال الباب وكتكون يعني شكلها بحال الكاتكات. وبقينا كنمشيو غير في البلايص العامرين ومع الصهد، واخا مشى الحال كانت الدنيا عامره. هادشي اللي كنعاودو ليكم في مدينة فاس بالضبط في النرجس. ايوا حتى وصلنا لحومتنا ووقفنا حدا واحد الحانوت باش نشوفو الطوموبيل واش غادي توقف، الا وقفات نعيطو على رجالاتنا وإلا لا غنكونوا غالطين، واخا حنا متاكدين تابعاتنا من السناك حتى للدار كتمشى بشويه مع الخطوات نتاعنا كما قلت لكم. المهم منين وقفنا حدا مول الحانوت الطوموبيل دخلات من حومتنا وضربات دوره في الدرب اللي ورا دربنا. وانا ملي شفتها ضربات الدوره من جهه الاخرى قلت لها جري ندخلوا في الساعه للدار وما نشوفوش كاع وما يشوفوش كاع الدار اللي دخلنا ليها. وعرفتو بالخلعه وليداتنا في الكرارس ناعسين وكنجريو ودخلنا للدار وما شعلناش الضو، خلينا هاكيك الظلام ما شعلناش الضو يعني ديال الدروج مع الدخله ديال الباب باش ما يعرفوش انا دار دخلنا ليها. المهم بقيت فاتحه الباب غير شويه غير شق باش نشوفوا الطوموبيل واش غادي تدوز من حدا الدار ولا حنا اللي غالطين. حتى كنتفاجئوا يا البنات الطوموبيل هابطه. المهم هابطه من حومتنا وطافيه الضو ديال الطوموبيل وهابطه بلا حس غير بشويه حيت يمكن تسنانا في الحومه اللي ورانا، وملي ما بنا عليهش قلب في الحومات اللي حدانا. المهم طلعنا للدار وكانت راعدو، عرفتي النعاس ما جاناش صافي صبحنا تنوضي وفطرنا. وقالت لي غادي تمشي لدارها حيت ساكنه حدايا، وفي العشيه كان عندها تكوين يعني كتمشي تقرا الطبخ. المهم مشات حتى كتفاجئ بواحد المراه كتقرا معاها كتبكي وكضرب في جنابها ومجموعين عليها العيالات. وملي هدنوها قالوا لها مالكي، قالت لهم وقفات عليا شي مراه جرى الكروسه ديال الخضره ومعمرها بالحوايج والعبايات، وقالت لها شري. قالت لها الله يسهل عليك. قالت لها غير قيسي الثوب ما تحكميش عليه من الشوفه. ايوا هي بغات دير ليها خاطرها وصافي باش ما تجرحهاش زعما. قاستو ما عقلتش على راسها حتى ضربتها الفيقه وقات لقى راسها عطاتها غورميط ديال الذهب ديال العنق ديالها ويكون داير شي مليون وكتر وجوج دبالج وخاتم ديال الزواج. مسكينه هاد المراه جمعات فلوس باش دارت هذا الذهب وكتخرج به ديما، يعني ماشي من الناس اللي كتجمع ذهبها لا ديما فرحانه به. تقول لك زعما الناس يقدر يحسب لهم بلاكيور ولا حاجه. حتى وقع لها اللي وقع ونطي قالت لها واش هاد السيده ها كيفاش دايره وشنو لابسه. قالت ليها هي واش كتعرفيها. قالت لها لا غير ربي نجانا كانت غد تغدر بينا انا ونوطي زعما عليا وحنا كنا خارجين حتى حنا بذهبنا وولادنا. حضيوا البنات ما بقات ثقه، الا بغيتوا الحوايج سيروا للحوانت وشريوهم وما ديروا حتى لشي وحده خاطرها يعني تقولوا ما نحرجوهاش، وما تقيسوا حتى شي حاجه شكيتوا فيها. هذه تجربه. وليت كتوقف عندي شي وحده تسولني
كنخليها ما كنجاوبهاش، ما بقات الثقة ولا فيا الوسواس من كثرة ما وليت كنسمع ومن كثرة مشي اللي فات عليا انا.